أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه ليلة مباركة، ليلة الأحد 10 صفر سنة 32 و400 وألف. يقول الله عز وجل: يوعد الكفار والذين فرحوا بما عندهم في الدنيا وفرحوا بسعيهم في الدنيا مع أنهم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهتدوا بهديه. يقول الله عز وجل خطابا لهؤلاء: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وها هو شرب جماعة العدل والإحسان ينصرف من هذه الدنيا تباعا، يتلو الأولين الآخرون. ذهب سيدي محمد العلوي رحمه الله، وهذه حفلة سيدي أحمد الملاخ. هؤلاء الرجلان قد أبليا البلاء الحسن في هذه الجماعة، فكانوا ممن أسسوا العمل وصبروا وصابروا، وكانوا مثالا يقتدى به في الاستقامة والسلوك الحسن والتهمم بمصير الأمة. صلى الله عز وجل أن يرحمهما وأن يلحق بهما هذه الأجيال المقبلة التي ينبغي لها أن لا تنسى موعدا لنا يوميا نسميه دعاء رابطة. فإن من انصرفوا من هذه الدار ينتظرون من يترحم بهم ممن خلفهم. والله عز وجل أوصانا بصلة الرحم، لا سيما الرحم الروحية، هذه النسبة التي تتعالى عن قيم الأرض وتسبح في الأفق البعيد العالي، أفق مناجاة رحمة الله عز وجل وانتظار رحمته. ذهب العلوي، ذهب الملاخ، وبقيت أمانة جماعة العدل والإحسان في أيديكم أنتم أشبال جماعة العدل والإحسان الذين ينتظر منهم مع تيسير الله عز وجل وفضله وكرمه أن تقوموا بواجبكم سعيا، لأن من قبل بركة الله عز وجل ومعونته هنالك السعي في الأرض، والسعي في الأرض يقتضي سلوك منهاج، ومنهاجنا مسطر معروف. صلى الله عز وجل أن يكون لكم في كل سطر من سطوره، في كل فصل من فصوله نبراس ينير لكم الطريق إلى أن تكونوا ممن يطلب معالي الأمور، وأعلى ما هنالك من الأمور هو التقرب من الله عز وجل. رحم الله أحمد الملاخ ورزق بنياته وأهله الصبر، وجعلنا وإياه وإياكم ممن يستفيدون من العبر التي تمر أمامنا
ها هو فلان كان بين ظهراننا أمس، ها هو اليوم جسمه تحت التراب وروحه تحلق فرحة بما عند الله عز وجل. ذلك نسأله الله عز وجل لنا ولهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.